بسمع كتير عن الستات اللي بتخون جوزها، بس ما كنتش أتخيل إن في يوم من الأيام أكون واحدة منهم. لحد ما حصل اللي حصل. أنا اسمي منور، عندي 36 سنة، ساكنة في منطقة عين شمس في القاهرة. جوزي عنده 43 سنة وشغال في شركة بترول، بس نظام شغله مش اللي هو بيروح الشغل الصبح ويرجع آخر اليوم. لأ، جوزي كان شغال في حقول البترول، يعني كان بيسافر بال25 يوم أو بال20 يوم، ويجي 5 6 أيام في الأسبوع. وكنا الأول ساكنين في بيت العيلة بتاع جوزي، بس بقى في مشاكل تحصل كتير في البيت من أهل جوزي معايا، بسبب إن أنا للأسف عندي مشكلة في موضوع الخلفة ومش بخلف. وكانوا أهله طول الوقت، خصوصا والدته، تفضل تتكلم معاه وتقوله طلقها علشان يطلقني ويتجوز واحدة تانية. بس هو علشان كان بيحبني كان متمسك بيا قوي، وما كانش عاوز يطلقني، وقرر ان هو ياخد لنا شقة في برج جديد في منطقة اسمها النزهة الجديدة، قريبة من جسر السويس. البرج ده يعتبر كان جديد، ولسه كل اللي ساكنين فيه يعني هم 3 4 بس كده. واحنا كنا هنبقى الشقة رقم 4 اللي هنسكن في الوقت ده. بعد ما خدنا الشقة كانت هي على الطوب الأحمر، وما كانتش معمول فيها أي حاجة، وكنا ساعتها عاوزين نبتدي نوضب الشقة علشان نقدر ننقل ونسكن فيها، وبحكم شغل جوزي للأسف ما كانش بيقدر يتابع الناس الصنايعية، فأنا طبعا اللي كنت بتابع كل حاجة. واتفق معاهم. الشقة اللي اشتريناها دي كانت في الدور الخامس، والدور اللي فوقيه كان فيه ناس ساكنين. وفي يوم وانا واقفة على باب الشقة والناس الصنايعية شغالين جوه، لقيت واحدة نازلة على السلم وشكلها أصغر مني، ولقيتها بتقولي: لو سمحتي، أنا بس سمعت صوت تخبيط وتكسير، فقلت أنزل أشوف فيه إيه. قلت لها: معلش بقى استحملي لحد ما نوضب الشقة. قالت لي: ولا يهمك، بس هو انت اللي واقفة مع الناس لوحدك؟ قلت لها: اه، للأسف. قالت لي: مفيش حد يقف معاكي؟ قلت لها: لا. فقالت لي: هو جوزك موجود طيب؟ هي كانت فاكرة ان جوزي متوفي ولا حاجة. قلت لها: موجود، بس شغله في مكان بعيد جدا، وبيتأخر على ما ينزل أجازة. ومن الوقت ده وهي بقت صاحبتي جدا، بما إننا يعتبر قاعدين لوحدنا في البيت وقريبين من بعض، يعتبر جيران جدا. كل شوية تبعتلي بقى مية ساقعة، وتبعتلي شاي، وتبعتلي عصير. وقفت جنبي بصراحة لحد ما الشقة بتاعتي خلصت. ولما كمان نقلت العفش بتاعي فيها، كانت بتنزل تساعدني في فرش العفش والشقة كلها. بصراحة استجدعتها قوي، وحسيت ان هي فعلا اخت ليا. وعرفت ان اسمها سهى ومتجوزة في الشقة دي بقالها سنتين، ومعاها بنوتة صغيرة. جوزها شغال محاسب في شركة وبيرجع الساعة 8 بالليل. تقريبا سهى بقت تقعد معايا في شقتي طول اليوم، تطلع قبل ما جوزها يجي. وبقينا احنا الاتنين ملناش غير بعض، وبقينا اكتر من الاخوات. طول ما هي جوزها برا، هي قاعدة معايا في الشقة هي وبنتها. وفضلنا على الوضع ده 4 شهور، والحكاية بدأت لما في مرة سهى تعبت جدا، وكانت الساعة وقتها 12 بالليل. لقيتها بتتصل بيا علشان أطلع لها. أول ما طلعت، جوزها فتح لي. هو شاب من نفس سنها، عنده 25 سنة وأصغر مني، يجي ب8 9 سنين كده. ودي كانت أول مرة أطلع عندها وجوزها موجود، وكنت أول مرة أشوف جوزها بصراحة. فأول ما شفته قلتله إن سهى كلمتني: خير في إيه؟ قال لي: اه، دي تعبانة جدا، اتفضلي ادخلي. ودخلت لقيتها نايمة، فحطيت ايديا كده على راسها، لقيتها باردة جدا، جسمها بارد جدا، وبتقول: أنا دايخة ومش قادرة تتكلم. فقلت له: احنا لازم بسرعة نروح المستشفى، لأن أنا مش هعرف أعمل لها حاجة. وفعلا لبسناها وطلبنا عربية، وطلعنا بسرعة على المستشفى.
كشفنا عليها وطلع عندها أنيميا حادة. اتحجزت في المستشفى 3 أيام وأنا كنت ببات معاها لحد يعني ما بقت كويسة. وأول ما دخلت المستشفى جوزها طلب رقم موبايلي علشان يبقى يطمن عليها وهو في الشغل بتاعه، واديت له الرقم بتاعي واتصل بيا حوالي 4 أو 5 مرات خلال الأيام اللي هي كانت محجوزة فيهم. بعد ما سهى رجعت البيت وخفت بعدها بيوم بتقولي: على فكرة جوزي كان بيتكلم معايا عليكي. قلت لها: ويا ترى كان بيقول ايه عليا؟ قالت لي: بالعكس، ده كان بيشكر فيكي جدا ومستجدعك قوي على وقفتك معايا. قلت لها: وما تقوليش كده يا حبيبتي، احنا اصلا اخوات. بعدها بيومين لقيتها جايالي وجايبالي هدية. وقلت لها: ايه دي؟ قالت لي: جوزي كان مصمم ان انا لازم اجيب لك حاجة على وقفتك جنبي، وبصراحة انا من ساعة الهدية دي وانا استجدعت جوزها قوي. وبصراحة كنت عاوزة اشكره بنفسي على انه هو فكر في حاجة زي كده، ومعرفش ايه اللي خلاني تاني يوم اتصل بيه وهو في الشغل واشكره على الهدية اللي هو جابها لي او خلى مراته تجيبها لي. ولقيته انسان في قمة الذوق وفي قمة الادب، وطلبت منه ان هو ما يعرفش سهى ان انا اتصلت بيه لحسن تزعل مني او تفهم حاجة غلط. قال لي: لا ما تقلقيش، مش هقول لها حاجة. ومن ساعتها بقى في كلام بيني وبينه، بس كلام عادي خالص زي اي 2 اصدقاء، بس طبعا بدون علم سهى. وكنت تقريبا بتكلم معاه ساعة كل يوم لان بحكم شغله هو كان بياخد ساعة راحة في اليوم بس، فبيبقى متفق معايا ان هو هيتصل على سهى الاول ويتكلم معاها دقيقة او دقيقتين وبعدها يكلمني. وعرفت سهى ان انا بكون نايمة في التوقيت ده علشان ما تنزلش عندي وانا بكلمه. وبصراحة حبيت الكلام معاه قوي، وحكيت له على كل تفاصيل حياتي وهو حكالي عن كل حاجة في حياته. وكنت معجبة جدا جدا بشخصيته رغم ان هو اصغر مني في السن، يجي ب4 سنين تقريبا، بس كنت حاساه حد من نفس سني وتفكيره كان عاجبني قوي. وقال لي حاجة غريبة قوي واحنا بنتكلم عن سهى. قال ان هو كان بيحبها وكان متجوزها عن حب واقتناع، وان بعد الجواز بكام شهر حس ان الحب اللي جواه ليها بدأ يقل. وبيقول ان هو بقى حاسس انها واحدة عادية عايشة معاه في البيت. وقال لي انه غالبا لما بقول لها كلام حب بيكون قايله من ورا قلبه ومش حاسس بيه علشان هي بس ما تزعلش، تفضل فاكرة يعني ان هو لسه بيحبها. انا طلبت منه ان هو يفضل يقول لها كده حتى من ورا قلبه، مش مهم، المهم يقول لها كلام حلو عشان تفضل فاكرة ان هو بيحبها. جوزها بدأ يقول لي كلام مكنتش بسمعه من حد قبل كده، تقريبا أول مرة أسمعه في حياتي. وبدأ يقول لي إن هو معجب جدا بشخصيتي وبجدعنتي وطريقة كلامي. بقيت أحب كلامه معايا بسبب مدحه فيا، وحسيت إن رجعت واحدة لسه في بداية حياتها، وأي كلمة حلوة منه بقت تأثر فيا جدا. وبقى يقولي إن هو بيبقى حابب يشوفني وطلب مني إن أبقى أطلع عندهم أول ما يرجع من الشغل بتاعه. قلت له: بس أنا خايفة إن صاحبتي تتضايق من حاجة زي كده. قال لي: لأ، انتي خلاص تعتبري بقيتي واحدة مننا، وأكيد إن هي مش هتتضايق. وفعلا بدأت إن أنا أطلع وأقعد معاهم قبل ما جوزها يجي، وأول ما يجي أعمل نفسي إن أنا عاوزة أنزل علشان يعني جوزها جه، وأقول لها أنا هنزل بقى علشان جوزك ما يقولش حاجة. تروح هي قايلالي: لا اقعدي، مش هيقول اي حاجة عادي. بقى يدخل ويسلم عليا وانا قاعدة مع مراته ومش بيطول ويخرج على طول. بعدها بفترة بدأ يقولي ان بقى الموضوع ممل جدا وانه نفسه يتكلم معايا، وطبعا مش بيعرف علشان مراته بتبقى موجودة. لقيته بيقولي: ايه رأيك نتقابل بره؟ فطبعا انا رفضت وقلت له: لا طبعا مش هعمل كده، انا بعتبرك صديق واخ ليا وبعزك، بس سامحني لو عندك اي حاجة عاوز تقولها لي، احنا بنتكلم في الموبايل كتير.
والموضوع هيوصل لكده أنا ممكن أبطل أتكلم معاك خالص. لما لقاني اتضايقت إن الموضوع ده، فضل يهديني ويقولي إنه كان نفسه يبقى قريب مني وإنه محتاج لوجودي جنبه، واعترف لي إن هو معجب بيا وبيحبني. رحت قلتله وأنا كمان معجبة بيك وبشخصيتك، بس انت واحد متجوز وانا واحدة متجوزة، واصلا ما ينفعش ان يبقى في بينا كلام، بس انا معتبرك صديق ليا مش اكتر. انما انت عاوزنا نظلم اتنين ملهمش ذنب خالص؟ مش معقول بعد ما صاحبتي دي وثقت فيا وبقت انا معتبراها اخت ليا اعمل كده معاها. قال لي خلاص تمام، هستأذنك علشان عندي شغل، وقفلنا مع بعض. ومن ساعتها ما بقاش يتصل بيا ولا يكلمني خالص، وبقيت اتصل بيه كل يوم وهو في الشغل ما يردش عليا، لدرجة ان انا بقيت اطلع عند سهى قبل ما هو يجي من الشغل بتاعه علشان اشوفه. ما كانش بيرضى يدخل الأوضة اللي بكون موجودة فيها علشان ما يشوفنيش، لحد ما أعصابي تعبت بسببه، وكنت بفكر في أي طريقة تخليه يرجع يتكلم معايا تاني، لأني حسيت باحتياج شديد جدا لوجوده في حياتي، زي ما يكون كان في حاجة حلوة قوي في حياتي وتعودت عليها وفجأة اتسحبت أو اتاخدت مني. حسيت كانت روحي بتتسحب مني وبتعب قوي. في الوقت ده كان جوزي نزل أجازة من الشغل وهيقعد أسبوع في البيت، وأنا مفهمة سهى إنها ما تتصلش بيا خالص وجوزي موجود، لأن هو من زمان منبه عليا ما يكونش ليا دعوة بحد ولا يكون لي اختلاط بحد. وبقيت بحس إن الأيام اللي بيكون جوزي موجود فيها معايا في البيت تقيلة قوي على قلبي، وبقيت مستنياه يرجع الشغل بتاعه تاني بفارغ الصبر علشان أعيش حياتي، لأني بحس إني مقيدة جدا ومش عارفة أعمل أي حاجة وهو موجود. والغريب اللي لاحظته إن حتى في وجود جوزي معايا في الشقة، حتى لو نايمين جنب بعض في نفس الأوضة، ألاقي نفسي بفكر في جوز صاحبتي، وأقعد أفكر وأقول يا ترى بيفكر فيا ولا لأ، وهيرجع يكلمني تاني زي الأول ولا لأ. وأول ما جوزي بيرجع الشغل بتاعه فعلا بحس إن أنا محبوسة وهنطلق. أول ما راح شغله بقيت لوحدي، جربت أتصل بجوز صاحبتي بس كالعادة ما بيردش عليا، فقلت أنا لازم أشوفه وأكلمه. وجت في دماغي فكرة إني أشوفه على السلم وهو نازل رايح الشغل بتاعه، بس قلت أكيد مش هيعرف يقف على السلم ويتكلم معايا لأنه أكيد هيكون مستعجل، وممكن حد يشوفنا أو يسمعنا، فقلت خلاص هكتب له ورقة واديها له ويبقى يقراها هو براحته. المهم ان انا لازم اوصل له واوصل له اللي جوايا، لاني ما بقتش مستحملة بعده عني. كتبت له في الورقة: اولا حقك عليا، انا ما اقصدش انك تزعل مني خالص، ووجودك في حياتي فعلا فارق معايا وكان مخلي ليها معنى، وكنت سعيدة جدا وانت معايا وقريب مني، وفعلا انت كنت معوضني عن حاجات كتير انا كنت محتاجاها. وصدقني انا مش هزعلك تاني خالص، واي حاجة هتطلبها مني مش هرفضها، وهستناك تتصل بيا علشان اعرف انك خلاص مش زعلان مني. لو فعلا كنت غالية عليك زي ما كنت بتقولي اتصل بيا. وقفلت الورقة وطبقتها، وقررت ان انا هفضل صاحية لحد الصبح علشان ما تروحش عليا نومة واديله الورقة. انا عارفة ان هو بينزل الساعة 7 الصبح بيروح الشغل، وانا الساعة 6 الصبح رحت جايبة كرسي ورحت قاعدة جنب باب الشقة وفتحت باب الشقة فتحة صغيرة علشان يعني أسمعه وهو نازل. وعلى الساعة 7 سمعت باب الشقة بتاع جارتي اتفتح واتقفل تاني، سمعته وهو نازل على السلم. رحت فاتحة الباب بتاعي، أول ما شفته قلتله خد الورقة دي ضروري. راح واخدها مني ونازل، وفضلت قاعدة مستنياه يتصل بيا، بس خلاص ما كنتش قادرة أكمل لأني كنت سهرانة من امبارح. نمت وصحيت على صوت الموبايل بتاعي وهو بيرن، قايمة طايرة من السعادة علشان هو بيتصل بيا. وبعد ما قمت رحت ناحية الموبايل ببص لقيت جوزي هو اللي بيتصل بيا. أول مرة في حياتي أتضايق لما أشوف اسم جوزي على الموبايل. رديت عليه وكلمته،
قفلت معاه. بعدها بساعة لقيت جوز صاحبتي بيتصل بيا. مش قادرة أقول لكم قمة سعادتي وقتها لما شفت اسمه على الموبايل. رديت عليه بسرعة وقلت له أنا كده فعلا اتأكدت إني غالية عندك زي ما أنت كمان غالي عندي. وبقى يطلب مني حاجات المفروض إن أنا أرفضها، بس من خوفي لحسن يبعد عني بقيت أعملها علشانه. رجع يطلب مني تاني إنه عاوز يكون قريب مني، وقال لي خلاص بلاش موضوع الخروج ده، بيطلعي عندنا تاني. قلت له ما هي صاحبتي بتكون موجودة وانا مش بشوفك دقيقة على بعض وبترجع تشتكي انك مش بتعرف تتكلم معايا. قال لي خلاص بصي، انا سهى كل اسبوع بتطلب مني ان هي عاوزة تروح عند اهلها يوم او يومين، وانا كنت برفض في الاول، فانا اول ما تطلب مني كده هوافق وخليها تروح تقعد عند اهلها يومين وتبقى تطلعي تقعدي معايا. خفت ارفض اللي قالي عليه، بس لقيتني بقوله ماشي اللي تشوفه. وبعدها ب4 أيام قالي إن مراته هتروح عند أهلها يوم الخميس الجاي، هتبات عندهم وهترجع الجمعة بالليل. وقال لي إن هو هيروح يوصلها وهيرجع يعني على الساعة 10 بالليل. قلت له خلاص تمام، لما توصلها وترجع يبقى كلمني. وعلى الساعة 9:30 بالليل لقيته بيتصل بيا وقال لي إن هو وداها وهو دلوقتي فوق في الشقة ومستنيني. بصراحة كنت مترددة وخايفة قوي، لأول مرة في حياتي هكون مع راجل غريب غير جوزي. وبصراحة كنت خايفة يحصل بينا حاجة، بس لقيت نفسي محتاجة ان انا كمان اكون قريبة منه، لان هو كمان وحشني. رحت مكلمة جوزي قبل ما اطلع علشان ما يتصلش بيا وانا فوق،